ليسن 2 في يونت 2 من اكتر الليسنز اللي بيحبوا يجيبوا عليها تريكات في الامتحان. في الفيديو بتاعنا ده هتطلع حضرتك فاهمان 100% وهتطلع حال شويه اسئله تخليك تقدر تحل اي سؤال. ويلا بينا بقى ندخل في الموضوع على طول. اتفقنا من الدرس اللي فات ان الالكتريستي عباره عن حركه في الالكترونز بتاعه الكوندكتور نفسه. طب احنا عشان نجنريت الكتريستي نطلع الكتريستي بنعمل كده ازاي؟ عندنا طريقتين، يا اما بنجيب السيلز والباتريز ودي بنسميها كيميكال سيلز، ودي عباره عن ايه؟ ديفايس سام هاو في شويه كيميكالز، الكيميكالز دي مخزنه انرجي. بنعملها بقى بطريقه بحيث ان احنا نحول الكيميكال انرجي جوه السيلز، الكيميكال انرجي الى الكتريك انرجي، كيميكال لالكتريك. هفهمها لك دلوقتي بالتفصيل. الطريقه الثانيه وهي عن طريق الكتريك جنريتور او ساعات بنسميه داينامو. ده بيبقى في العربيه، ده بيبقى ديفايس كل وظيفته ياخد الميكانيكال انرجي اللي هي طاقه حركه، وفي الاغلب بتبقى حاجه بتلف. ميكانيكال انرجي دي اللي هي الطاقه الميكانيكيه، وفي الاغلب بتبقى حاجه بتلف يحولها لالكتريك انرجي. مش هندخل في التفاصيل قوي، التفاصيل دي علينا في ثالثه ثانوي في الفيزيكس. يهمني بس تعرف كام حاجه هنا قبل ما اخش لك على الحته دي. نبص يا سيدي، الكتريك كارنت از جنريتد باي كام ميثود عشان الاسئله كام ميثود؟ 2، يا اما الكترو كيميكال سيلز يا اما الكتريك جنريتور اللي ساعات بنسميها الداينامو. في حاله الالكترو كيميكال احنا بنحول كيميكال انرجي، بنحول ايه؟ في حاله الالكترو كيميكال بنحول كيميكال انرجي الى الكتريك انرجي. في حاله الداينامو او الجنريتور احنا بنحول كاينيتيك انرجي او ساعات بنسميها ميكانيكال انرجي. الاثنين دول واحد. تفهم في ثانيه ثانوي، هتفهم في ثانيه ثانوي الفرق ما بينهم ايه. في الجنريتور او الداينامو بنحول كاينيتيك انرجي او الميكانيكال انرجي الى الكتريك انرجي. برضه لازم تبقى فاهم الفرق بين الاثنين. تعال نخلص لك دي في السريع عشان دي خفيفه وما عندناش فيها تفاصيل كتير. فكره الداينامو او الجنريتور حاجه من الاثنين. في الاول وفي الاخر الكونسيبت بتاع الداينامو او الجنريتور هم نفس الاسم، حاجه بتحول الميكانيكال انرجي او كاينيتيك انرجي الى الكتريكال انرجي. طب ازاي بنعمل اصلا ميكانيكال انرجي؟ حاجه من الاثنين. والله لو عندك حاجه كده اوريدي بتلف ركب عليها داينامو هتطلع لك الكتريستي، يا اما بقى لو ما عندكش حاجه بتلف هات موتور حط له بنزين خليه يلف وهو نفسه ركب عليه الداينامو او الجنريتور هيطلع لك الكتريستي بكل بساطه. عشان كده واخد بالك انت، عشان كده الداينامو ده بيركب في ايه؟ في العربيه. نيجي في اي حته بتلف في العربيه تلاقيه راكب عليها الداينامو. الداينامو ده اصلا اللي بيعمل لك ايه؟ اللي بينور لك النور بتاع العربيه، سبب الالكتريستي كلها الموجوده في العربيه. ليه؟ لقيت في العربيه حاجه بارت ميكانيكال بيلف، رحت مركب عليه الداينامو عشان استغل هذه اللفه. انت فاهم؟ هذه اللفات استغلها ان انا اطلع ايه؟ الكتريستي. طب انا ما عنديش حاجه بتلف بقى اعمل ايه؟ اجيب موتور بيلف احط له بنزين عشان يقعد يلف واركب عليه الداينامو يطلع كهرباء. واحد ممكن يشغل دماغه بقى يقول لك طب ما انا اجيب موتور كهرباء احطه في الفيشه عشان يقعد يلف واركب عليه الداينامو عشان يطلع لي كهرباء. استفدنا ايه؟ يعني استفدت ايه؟ هلك يعني انت كده بنهلك على الفاضي. فكره الداينامو ان انت جاي في الصحراء مثلا مفيش فيشه مفيش كهرباء، انت عايز تطلع كهرباء لكن معاك جيركن بنزين، تحط جيركن بنزين موتور يشتغل الداينامو يشتغل والجنريتور يتهز. تعال نشوف بقى الكيميكال انرجي والالكترو كيميكال انرجي. تعال بص يا سيدي بكل بساطه يا سيدي عشان تبقى عارف بس ركز معايا. دي زي مثلا ان هي سيل او باتري مش فارق. سام هاو بنوصلها بايه؟ بنوصلها بالسيركت. زي مثلا السيركت دي فيها ريزيستنس وفيها لامب. بركز معايا، مش ده واير كده يعني ده كوندكتور كله بما فيه اللي جوه الديفايس بما فيه اللي جوه الريزيستنس بما فيه اللي جوه اللامب. مش كل ده كوندكتور على بعضه؟ انت فاهم البارتكلز بتاعت الكوندكتور دي مكونه من ايه؟ نيوكليس وحواليها نيجاتيف تشارج اللي هي ايه؟ اللي هي الالكترون. يعني معنى كده هنعتبر ان كل نقطه من دي فيها نيوكليس يبقى كل نقطه من دي فيها ايه؟ فيها الكترون. فيها ايه؟ فيها الكترون. يعني انت عندك الكترونز جوه الكوندكتور، انا برسمها لك بره اللي هي بالاحمر هي، بس هي جوه الكوندكتور داخله جوه اللمبه. واخد لي بالك انت؟ جوه الواير نفسه، جوه اللمبه نفسها، جوه اللامب نفسها، جوه الريزيستنس نفسها. واخد بالك؟ وجيت قلت لك باعتبار ان دي لمبه، فكره الالكتريكال انرجي بالنسبه لها مجرد ما الالكترونز دي تبقى بالنسبه لها بتتحرك كده معناها في الكتريستي في السلك، كده معناها الحركه بتاعه الالكترونز هتخلي اللمبه تنور. طبيعه اللمبه معموله بحيث لما يبقى في حركه في الالكترونز اللمبه نفسها اللي يحصل لها تنور. الكلام ده تكمله على الدرس اللي فات. لو انت لسه ما اتفرجتش على الدرس اللي فات هعمل لك فيديو في الجون لازم تتفرج عليه. طب يعني ايه حركه؟ يعني ايه حركه في حاجه زي كده؟ هل الالكترون هيجري؟ لا، قلت لك بكل بساطه انا سي مثلا يعني لو انا داخل الكترون من هنا كده، واخد بالك؟ لو داخل الكترون من هنا كده، الالكترون ده هيزق الالكترون اللي هنا. طالما ده اتزق كل الكترون من دول في نفس الثانيه
في نفس الثانيه بيزق الالكترون اللي بعده. انت واخد بالك؟ بيقعدوا يترحلوا. فالالكترون داخل زق هنا هتلاقي كله في نفس الثانيه كانها سلسله تشك، كلها حركت، كل الكترون زق الالكترون اللي جنبه. طب انت لو مدخل من بره بقى الكترونز كتيره ورا بعض، الالكترونز جوه قاعده تتزق، انت تشوفها كانها بتجري. طبعا انت مش هتشوفها، بس الاحساس بتاعها كانه طابور نمل مش ورا بعض. طابور نمل مش ورا بعضه، كل نمله ماسكه في قفا النمله اللي بعدها، فلو واحده زقت من ورا كله بيتزق مره واحده نفس الثانيه، كله بيتزق. بالنسبه لللمبه في حركه من الالكترونز هنا، يعني الالكترونز جايه لها من الناحيه دي، طالما الالكترونز في زق عندها بتتحرك جوه اللمبه هتنور، يعني في الكتريستي. فكره بقى الالكتروموتيف فورس، او يعني ايه نجنريت الكتريستي باستخدام الكيميكال سيلز. بكل بساطه يا سيدي تعال نعملها لك بلون تاني. الكيميكال سيلز حسب انت هتحطها ازاي، بص بتعمل ايه بقى. هي مخزنه بكيميكال انرجي، شويه كومبوننت كيميكال انرجي، مجرد ما بنحطها جوه السيركت جوه الدايره الكهربائيه، بسبب الكيميكال انرجي اللي جوه بيحصل كيميكال رياكشنز. اللي بيحصل بيتحرك شويه الكترونز تطلع من هنا، فتبدا تزق هذه الالكترونز كل واحده تنط من مكانها على اللي بعدها. يبقى في نفس الثانيه كل هذه الالكترونز اتحركت، وفي نفس الثانيه بص ايه اللي حصل، دخل الكترونز من هنا لجوه برضه. يعني ايه اللي حصل؟ هذه السيل، هذه الالكترو موتيف فورس عملت لي تحرك في كل الالكترونز، كل الطابور بتاع الالكترونز في وان دايركشن. في وان دايركشن. هنشيل هذه البطاريه، نشيل هذه السيل من مكانها، اللي هيحصل الالكترونز هتفريز، هتقف في مكانها لان مفيش الكتروموتيف فورس بتزقها. طب اول لما نحطها تاني ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الالكترونز ابتدت تلف كلها كانها سلسله كبيره قاعده بتلف ورا بعضها، كل واحده تزق الثانيه. لو ركز في دي بقى، لو انا شلت البطاريه دي وقلبتها الناحيه الثانيه، مش الباتري بيبقى فيها حته زنططه كده من ناحيه ومن الناحيه الثانيه ما فيهاش حاجه، بص اقلبها بقى الناحيه الثانيه. عارف لما تقلبها الناحيه الثانيه ايه اللي هيحصل؟ اول لما تقلبها الناحيه الثانيه هتيجي تلاقي في زق برده والالكترون تتحرك، ولكن اتجاه العكس، تقعد تلف في الاتجاه العكسي. ولكن طول ما انت حاطط البطاريه بتفضل هي على عدله واحده، وان دايركشن، قاعده تلف. هرجع تاني واقول لك اعتبر دلوقتي بالنسبه لللمبه التنجستين اللي هيجرى لها هتنور برضه، هي مش فارقه معاها. هي اللمبه جواها واير عامل كده، من ضمن البروبرتيز بتاعت الواير باللمبه على بعض، هو لما بيتحرك الكترونز جواه اللمبه بتنورها، الكترونز تقف جواه اللمبه تطفي، ملوش دعوه. ده بالنسبه له الكتريستي. يعني هل معنى كده ان الالكتريستي دي اللمبه بتحتاج تشفط الكترونز عشان تشتغل؟ لا، الموضوع مش زي البنزين. الالكتريكال انرجي مش زي البنزين، مش زي اي انرجي تاني. الالكتريكال انرجي عباره عن ايه؟ الكترونز بتتحرك، وهي بتتحرك تعدي في السلك كده، معناها ان السلك ده فيه ايه؟ فيه كهرباء. فاهم الفكره دي ايه؟ تعال نرجع هناك نبص على حاجه معينه كده، وهنيجي هنا تاني. تعال نبص بقى على النوتس بتاعتنا. تعال بص يا سيدي بقى، اكتشفنا بعد كده ان عندي كام نوع من انواع الالكتريستي. عندي نوعين من انواع الالكتريستي. عندي حاجه اسمها دايركت كارنت، اختصارها دي سي، وحاجه اسمها الترناتيف كارنت، اختصارها ايه؟ اختصارها اي سي. نرجع تاني هنا، مش هنا، نرجع تاني للبورد بتاعتنا. عايز اوريك حاجه. فهمت اللمبه؟ تعالى بقى اقول لك على حاجه. معنى كلمه الدايركت كارنت والالترناتيف كارنت والفرق ما بينهم ده يخلينا نعمل كده. لو انا عندي واير جود كوندكتور وجيت مركب في الواير ده ايه؟ لمبه. مركب في هذا الواير لمبه. والله انا فنان، لمبه يعني، انا فنان. الكوندكتور ده بما فيه الجزء اللي جوه اللمبه ده بقى في ايه بقى يا سيدي؟ قلت لك كده هو عباره عن اتومز. فكده في الكترونز، كده في الكترونز، وفي الكترونز جوه هنا برده اهو، ماشيه مع اللولوه دي برده. يعني هي ماشيه مع اللولوه، بس هي ما بتبقاش الكترونز ملولوه، هي بتبقى ماشيه مع اللولوه. بالنسبه لي انا كلمبه افهم منين اللي فيه الكتريستي لما الاقي الالكترونز دي بتتحرك؟ مفيش الكتريستي، الالكترونز دي ثابته في مكانها. لما جينا جربنا ننور هذه اللمبه باستخدام باتري باستخدام بطاريه، مش هعمل لك بقى، مش هكمل لك الكونكشن كاننا داخلين من ايه، كاننا يعني الكونكشن دي مش كامله، دي مش اوبن سيركت، انا واخد لك حته منها. حلو الكلام. لقينا يا سيدي بعدله معينه كل الالكترونز دي على بعضها، يعني بص كل الالكترونز 1 2 3 4 كل دول بيترحلوا في الدايركشنز ده مره واحده، بيترحلوا كده طبعا، بيخشوا هنا كده يلولوا معاها، بعد كده يرجعوا هنا تاني في نفس الدايركشن، في ايه؟ في وان دايركشن. الباتري قاعده تدي الكترونز وتاخد الكترونز من الناحيه الثانيه، تدي الكترونز، فالالكترونز طالعه منها تتحرك في ايه؟ وان دايركشن. اللمبه اول لما تحس ان الالكترونز بتتحرك ايه اللي بيحصل لها؟ بتنور. يبقى في ايه؟ يبقى في الكتريستي. لما جينا بقى نبص على الحته دي قلنا ايه؟ قلنا كده في الكتريستي لان الالكترونز بتتحرك ان وان دايركشن. طب سين سؤال، لو انا عندي بقى دي حاله اهي، حلو الكلام، دي كده ايه؟ دي كده حاله اقفل عليها، دي كده حاله اقفل عليها. الحاله الثانيه، مش انا لسه قايل لك لو الالكترونز اتحركت بالنسبه للمبه اللمبه هتنور؟
هتفرق متحركه في انهي دايركشن بالنسبه لللمبه؟ لا. يبقى اللي انا رسمه ده اعتبر هذه لمبه، اعتبر يا اخي هذه لمبه وانا الكترون. مجرد ما انا بعدي في الواير كده اللمبه ايه اللي هيحصل لها؟ هتنور. طبعا انا مش الكترون واحد، ده مش الكترون، قدامي الكترون ورايا الكترون وكلنا ماسكين في ايد بعض كده وبنتحرك مع بعض عشان بنتشد من ورا، بنتزق سوري من ورا. يبقى انا كالكترون معدي من الواير، اول لما اعدي على اللمبه اقول لها السلام عليكم، هتقول لي ايه؟ هتقول لي عليكم السلام اتفضل، وهي بتقول كده هي اوريدي نورت، وهي بتقول لي عليكم السلام اتفضل هي اوريدي نورت، وانا اكمل طريقي تاني. والله في الكترون بعديها معدي اللمبه تفضل منوره، في الكترون بعد كده معدي اللمبه تفضل منوره. طب انا يا سيدي بقى لو وانا معدي على اللمبه لمبه اللي بيقول ايه، لو انا بقى يا سيدي وانا معدي على هذه اللامب انا متوتر ومتردد، عايز اروح مشوار ومش عارف اروح ولا لا. سي مثلا ناس صحابي قالوا لي سيبك يا عم من السيشن في المحاضره بتاعتك بلا درس بلا بتاع، تعال نروح نلعب بلاي ستيشن. فانا بقى رايح بقى ركز بقى، انا كالكترون اعتبرني الكترون، خلاص انا هروح معاهم، ادي معاك يا سيدوني، ادي معاك سيدوني. لا ولا لا ده الدرس ده مهم، ده الدرس ده مهم مش هروح معاهم. لا بس الشباب كلها متجمعين هناك، لازم اروح معاهم لازم. يا عم لا ده لو قفشوني في البيت مش عارف ايه اللي ممكن يحصل. يا عم دول جابوا بيس الجديده، لا انا رايح. لا مش هينفع، انا راجع. لا نروح احضر الدرس. انا رايح فين؟ انا راجع تاني، انا مش هنسى. فكده انا كالكترون بتحرك. ده انا وكل الالكترونز اللي ورايا اللي قدامي، مش انا لوحدي، احنا تشين على بعض كده كانها سلسله، بنتحرك كلنا مع بعض بنرجع كلنا مع بعض. زي بالظبط لو شفت المنشار، تيجي تلاقي المنشار كله من تحت عامل ازاي؟ زج 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 زج. في الاول في الاخر هذا المنشار انت لما بتيجي تتحركه، لما بتيجي انت حضرتك تحركه، كل البوينتس دي بتتحرك مع بعض في الدايركشن دي وترجع تاني في الدايركشن دي فكره الالكترونز برضه بتتحرك كلها مع بعض كده. اللي انا عملته ده انا كنت متردد، انا عايز اروح ومش عايز اروح، انا قاعد مش واخد قرار، اروح لا ما اروحش. فشكل الموشن بتاعي كنت ايه؟ كانت كل الالكترونز بتتحرك كده لجزء من الثانيه وبعد كده تغير رايها وتروح راجعه تاني في الدايركشن ده. فمعنى كده ان الدايركشن كل جزء من الثانيه قاعد يتغير، رايح وجاي. بالنسبه لللمبه التنجستين العاديه دي هي مش فارقه معاها، طالما في حركه الكترونز من عندها هي بتنور، جالها الالكتريستي. بالنسبه لنا سيدي دول التو انواع بتوع الالكتريستي، التو تايبس بتوع الالكتريستي. الاول اللي في 1 دايركشن ده بنسميه دايركت كارنت، ده كارنت صريح دايركت، ولا بتاع لف ودوران، ده دغري ملوش دعوه ماشي في اتجاه واحد. طب التاني ده بقى الترناتيف كارنت، هو كارنت برضه ولكن متردد، قاعد يروح ويجي غير الدايركشن. انا اهو كالكترونيه قعدت اعمل ايه؟ انا رايح، لا مش رايح، لا رايح، لا مش رايح، لا رايح كل ثانيه، لا مش رايح. واخد بالك؟ شايف هذه الرسمه؟ دي رسمه الالترناتيف كارنت، ولكن هنعملها ازاي؟ نبص عليها بالجنب. باي ذا واي لو بصينا على الالترناتيف كارنت هنلاقي الالكترونز بتعمل ايه؟ بتتحرك كده بسرعه معينه، بعد كده تبطأ لحد ما تقف الكلام ده كله في جزء من الثانيه، بعد كده تقف وتروح عكس الدايركشن الناحيه الثانيه لجزء من الثانيه، تقف وتروح راجع عكس الدايركشن تاني، هكذا رايحه جايه. بالنسبه لللمبه مش هتلحق تطفي، الكلام ده بيتعمل بسرعه كبيره قوي لدرجه ان اللمبه مش هتلحق تطفي، هي بالنسبه لها في الكترونز رايحه جايه عليها، رايحه جايه، يبقى انا كده عندي الكتريستي. لان زي ما قلت لك فكره الالكتريستي غير اي انرجي تاني، انت مجرد ما في الكترونز بتتحرك يبقى انا كديفايس واصل لي الكتريستي. مجرد من هذه الالكترونز تخش جوه السيركت بتاعتي وتقعد تلف وتطلع من الناحيه الثانيه، طالما بتتحرك يبقى انا عندي الكتريستي. تعال نبص على الجراف، قلنا دايركت كارنت والترناتيف كارنت، دي سي واي سي. دي سي ده زي ايه؟ زي الباتريز تحتاج دايركت كارنت، الباتريز بتطلع لي دايركت كارنت. طيب اكزامبل على الالترناتيف كارنت ده بلاقيه فين؟ الكهرباء بتاعتك اللي جايه لك في البيت الترناتيف كارنت. لان خلي بالك فكره الباتريز دي انها تحرك الكترونز في مسافات طويله ما بيحصلش، صعب جدا ان دي سي يحرك لك الكترونز مسافات طويله، ده انت محتاج بقى ايه؟ يقعد يزق في الالكترونز. يعني انت مش الالكترونات تتحرك، ده الالكترونيه لما بتتحرك جيش وراها. عشان كده بنقول بمعنى تاني ان الدي سي صعب ننقلها، الدايركت كارنت صعب ننقله من مكان لمكان بعيد جدا. في الشورت رينج ممكن، لكن فكره الالترناتيف كارنت سهل جدا ننقله من مكان لمكان بعيد. ليه؟ كل اللي انت محتاجه
ركز معايا وتخيل، ركز وتخيل، انت بتحرك الكترون من مكانها حته قد كده وترجعها تاني، انت قد كده وترجعها تاني، رايح جاي رايح جاي، الكلام ده في اجزاء من الثانيه. مع كل حركه من دول الالكترون بتحرك كل اللي وراها بقى، ولكن حته صغيره وترجع، حته صغيره وترجع، ليه؟ قاعده تعكس في الدايركشن، تعكس في الدايركشن كده. في الكتريستي كده في اخر السلك، ان شاء الله السلك ده في محافظه ثانيه هناك برضو في نفس الثانيه هتلاقي بيحصل نفس القصه دي، في الكتريستي، واخد بالك انت؟ عشان كده الكهرباء بتاعت الشوارع واللي بتجيلي في البيوت عشان بتقطع مسافات طويله قوي لازم تبقى اي سي، ولكن الحاجات اللي في الباتريز الحاجات الصغيره بتبقى دي سي. فكره الجراف بقى يا سيدي، الواي اكسس ده بالنسبه لي الفولتج، والاكس اكسس ده بالنسبه لي التايم. يعني ايه الاكس اكسس بالنسبه لي التايم؟ يعني هنا مثلا 1 سكند، هنا 2 سكند، هنا 3 سكند، هنا 4 سكند. البطاريه زي مثلا الباتري اللي انا حطيتها 1.5 فولت، جميل، معناها ان البوينت دي كده 1.5 فولت بعد اول ثانيه هي 1.5 فولت. طب بعد لما جيت اقيسها في الثانيه الثانيه هي برضو ستيل 1.5 فولت، في الثانيه الثالثه جيت اقيسها لقيتها ستيل 1.5 فولت، في الثانيه الرابعه بقيسها ستيل 1.5 فولت. ثابته، دايركت كارنت ماشيه في 1 دايركشن وماشيه بطريقه ثابته، الفولت بتاعها ثابت. ولكن بقى عندي الناحيه الثانيه ده برضو الاي سي ده بالنسبه لي الاكس اكسس ده بالنسبه لي تايم برضو، والواي اكسس ده بالنسبه لي فولتج. فكره البوزيتيف والنيجاتيف بالنسبه لي دايركشن، البوزيتيف والنيجاتيف بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه لي دايركشن. كانت في الاول ماشيه في الاتجاه ده، بعد جزء من الثانيه راحت راجعه الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني، بعد كده بعد جزء من الثانيه الثانيه راحت عادله رايحه كذا رايحه كذا، متردده 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 متردده. شوف فاكر الرسمه اللي رسمتها لك كده؟ اهي رسمتها لك كده اهو، قلت لك هي هتعدلها، هنا رايح يمين شمال يمين شمال، قاعد اعكس في الدايركشن، اعكس في الدايركشن، هوبا يمين هوبا شمال، هوبا يمين هوبا شمال، نفس الكلام هنا على الجراف اهو، هوبا يمين هوبا شمال، هوبا احنا فوق وتحت هنا بس دي بتريبريزنت ايه؟ الدايركشن يمين وشمال، هوبا يمين هوبا شمال، هوبا يمين هوبا شمال. دي فكره الالترناتيف كارنت. انا بحاول افهمك شويه زياده كده عشان ايه؟ عشان لو جاي لك اي سؤال معتمد على الفهم تعرف تحله على طول، بلس تاسيسا للسنين اللي جايه. لازم نبقى نعرف كام حاجه بقى. بص يا سيدي، لازم تبقى عارف ان في الدايركت كارنت بص كونستنت انتنسيتي، الانتنسيتي بتاعتها ثابته من اول المشوار لحد اخره، لكن الالترناتيف كارنت الاي سي الديستنس الانتنسيتي فاريبلز. ليه؟ زي ما قلت لك انا واقف وخدت القرار فابتديت اهو اسرع لحد ما عرفت ان قراري غلط ورحت موقف وعاكس الدايركشن وجاي تاني، فسرعتي وانا ماشي في الرايحه وفي الجايه في كل بوينت من انا ماشيها مش هي. عشان كده حتى على الفولتج بص تلاقيها طالعه ونازله طالعه ونازله طالعه ونازله. بالمناسبه دي الاي سي الكهرباء اللي جايه لك المفروض ان انت بتعرف انها كام ايكوالز كام 220 فولت. المفروض الكهرباء بتاعت الشقه ايكوالز كام 220 فولت. اكشلي كهرباء الشقه في الثانيه الواحده، بس الكلام ده بيحصل بطريقه سريعه قوي، في الثانيه الواحده مره بتبقى 220 مره بتبقى 230 و240 و250 وترجع تاني 220 210 200 190. كل ده بيحصل كذا مره في الثانيه الواحده. انت متخيل؟ بتقعد تعلى وتنزل لحد تقلب اتجاهات، فاهم؟ تغير دايركشن. دي فكره الالترناتيف كارنت. مش عايز اصعبها عليك قوي، انا عايزك بس تفهم الحاجات الاساسيه وتبقى متخيل كده. خد بالك لازم نعرف نعمل هذه الكومباريزون بنفسنا. الانتنسيتي فهمتك، في الدايركت كارنت ثابته، ده حاجه شارب حاجه ثابته. بص في كل حاجه، في الدايركشن وفي الكارنت وفي الانتنسيتي، في كل حاجه. في الدايركشن اهو flows in one direction from one pole to the battery then through the circuit towards the other pole of the battery. تطلع من حته وتلف ترجع للباتري تاني، هي ماشيه في اتجاه واحد. طب الاي سي flows in opposite directions alternates the direction، بتقعد كل شويه تغير الاتجاه. examples على السورس بتاعت الالكتريسيتي دي الدي سي، اي الكتروكيميكال سيلز هي دي سي زي الباتري او الدراي سيل. طب بالنسبه للاي سي الداينامو او الجنريتور ده بنعتبره اي سي، هندرسه في ثالثه ثانوي بالتفصيل اللي هيخش علمي. الكهرباء بتاعت البيت اي سي برضه. الديستنس اللي شرحته لك بالنسبه للدي سي it travels over short distance بس، لكن بالنسبه للاي سي شورت ولونج عادي. ما هو اللي هيمشي في البعيد يمشي في القريب، شورت ولونج عادي. حاجه تانية عايز اقول لك عليها عن طريق حاجه اسمها ترانسفورمر او ريكتيفاير. سهل جدا ركز فيه عشان ممكن تيجي تركها في سؤال. سهل جدا احول من اي سي لدي سي، سهل جدا. انت اكشلي حاجه زي الموبايل عايز دي سي على فكره. احنا جايبين الشاحن ده بيحول من اي سي لدي سي. هذا الشاحن اللوكه الكبيره دي بتحول من اي سي لدي سي، ولا كان عملوا لك فيشه خلاص فيشتين وسلك وخلاص؟ ليه حاطط راس كبيره كده؟ دي بتحول من اي سي لدي سي. صعب جدا بقى لو انا عندي الكهرباء اللي جايه لي دي سي احولها لاي سي. عندك في المنهج بيقول لك مستحيل، بيقول لك ما ينفعش، انا بحول في اتجاه واحد. خليها بيني ما بينك لا، يعني انا بقدر عن طريق انفرتر احول من دي سي
لاي سي. بس احنا عندنا في المنهج ايه؟ انا بحول من اي سي لدي سي بس. من دي سي ارجع احول تاني اي سي؟ لا ما ينفعش. عندنا في المنهج ايه؟ بحول من اي سي لدي سي بس. ينفع ارجع احول من دي سي لاي سي؟ لا ما ينفعش. عشان كده الاي سي ده بنمد بيه الاسلاك بقى في الشوارع وبنودي للمدن وبيجي لنا من السد العالي وبتاع. ليه؟ بيتحرك بقى في مسافات طويله وفي نفس الوقت ينفع بقى في الاخر احول له دي سي. واخد بالك انت؟ تعال نبص نكمل الكومباريزن دي. بالنسبه لليوزز بقى، طبعا الصف ده كله تبع الدي سي والتاني الاي سي. بالنسبه للدي سي اوبريتنج سم الكتريكال ماشينز، اوبريتنج سم الكتريك ماشينز ساتش از تورشز بطاريات، وبتستخدم في عمليه اسمها الالكتروبليتنج. الالكتروبليتنج دي العمليه اللي بيترش بيها، اللي بيتعمل بيها الدهانات بتاعه الميتالز، بتنزل في احواض كده ومحتاجه الكتريستي. يعني بندرسها في سنه بعد كده. بالنسبه للاي سي بنستخدمها في ايه اليوزز؟ لايتنج هاوسز، ستريتس، اوبريتنج الكتريكال ابلينس، اجهزه كهربائيه ات هاوسز. دي كلها محتاجه اي سي. الكونفرجن بقى بيقول لك ان الدي سي بص كانت بي كونفرتد انتو alternating current. من دي سي لاي سي ما بينفعش، ولكن على الناحيه الثانيه كان بي كونفرتد انتو دايركت كارنت. يعني من اي سي لدي سي تنفع احولها. بالنسبه للديفينيشن بقى بتاع الدي سي بيقول لك ايه بقى؟ is an electric current which has a constant intensity and flows in one direction. ركز مع الكلمتين اللي عاملهم لك بالاحمر in the electric circuit. فبناء عليه انت لو فاهم دي، احنا ما بنحفظش، احنا بنفهم. بص قلنا 2 بوينتس مهمه، قولهم بقى باسلوبك. تعالى نجرب نقول الديفينيشن الناحيه الثانيه بقى بتاع الاي سي. بيقول لك ايه؟ an electric current which has a variable. بص هنا كانت ايه؟ كانت constant، هنا بقت variable intensity and flows in ايه؟ in two direction. هنا كانت ايه؟ هنا كانت one direction بس. بكل بساطه خد لك بريك سريع، روح لحد الثلاجه، افتح الثلاجه، شوف لك جزرايه، خيارايه، اي حاجه تنقنق فيها كده، هاتها وتعالى في دقيقتين 3 عشان نكمل الحته اللي جايه. يلا بسرعه كده. المفروض ان ساعتك رحت مشيت رجلك وجيت. هندخل على بوينت صنطتك جدا ومهمه جدا من هنا لحد ثالثه ثانوي، محتاجه تتفهم قوي 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 قوي. بص يا سيدي بقى، حته السيريس والبارلل، طريقه اللي انا بعمل ايه؟ الطريقه اللي بعمل بيها كونكشن عندي في السيركت. السل بالنسبه لي هي ايه؟ السل بالنسبه لي هي البطاريه، الباتري، صح كده؟ سلايه واحده، لو كام واحده يبقوا باتري، واخد بالك؟ طيب شكلها بيبقى عامل كده، يا اما بتتوصل في الدايره شكلها عامل ايه كده. دي سلايه واحده، دي سلايه واحده. طب لو انا عندي في السيركت اكتر من سلايه، ده بيعمل لي ايه في الاي ام اف؟ ما كل سلايه من دول او اي سلايه جواها اي ام اف، اللي هي ايه؟ اللي هي الكتروموتيف فورس، اللي هي اعتبرناها ايه؟ اللي بتفتكر من الدرس اللي فات اعتبرناها بوتنشال ديفرنس، لان هي تعتبر بوتنشال ديفرنس ولكن الداخليه جوه السيل نفسها. لو جينا بصينا على اللعب، لو بصينا على اللعب، بصينا على الحجره بتاعت الريموت، هتيجي تلاقي الريموت بيحتاج 2 سيلز، مش سلايه واحده. في ريموتات تاني بتحتاج 3 سيلز. طب ليه واحده بس ما تنفعش؟ ليه؟ ضعيفه مثلا؟ يعني ايه ضعيفه؟ حتى كلمه ضعيفه دي يعني ايه؟ بص يا سيدي بقى، مش احنا اتفقنا ان السلايه دي اللي هي الاي ام اف بوتنشال ديفرنس؟ قلت لك كل ما هو بوتنشال ديفرنس عباره عن زحليقه. بص بقى، السلايه دي لو اعتبرنا ان هي 1.5 فولت، فدي معناها ان هي عباره عن ايه؟ زحليقه البوتنشال ديفرنس ما بين اولها واخرها اللي هي الفي ايكوال كام؟ 1.5 فولت. لو جبنا يا سيدي من هذه الزحليقه واحده كمان اختها بالظبط، واخد لي بالك؟ برضو 1.5. مش ممكن، واخد بالك انت؟ مش ممكن اخدهم اركبهم على بعض يعملوا لي زحليقه كبيره. ازاي؟ هاخد الزحليقه الاولانيه دي اهي، احطها هنا اهي، ده اولها وده اخرها. هروح واخد الزحليقه الثانيه اللي هي كوبي بيست منها اهو، هروح مركبها فيها بعديها اهو، ده اولها اهو وده اخرها. مش كاني جبت زحليقه كبيره مره واحده. البوتنشال ديفرنس ما بين اولها واخرها، حد بقى شاطر بقى كده ويروح ايه؟ رازعها لي، يقول لي تبقى ايكوال ايه؟ حد بايفقاقه دي كانت الواحده 1.5 فولت، الزحلقه 1.5 فولت، يعني قدرتها انها تزحلق 1.5 فولت. طب انا ركبت زحلقتين على بعض، البوتنشال ديفرنس، الفرق في الجهد، البوتنشال ديفرنس ما بين دي ودي كانت 1.5 وما بين دي 1.5، يبقى هتبقى ما بين دي 3 فولت. الزحلقه دي دبل، واخد لي بالك انت؟ هذه الزحلقه قلت لك دي بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه لي سلايه، فانا شايفها هي عامله كده سلايه زي الحجر بتاع الريموت، والزحلقه الثانيه دي اختها بالظبط اهي، سلايه زي الحجر بتاع الريموت. يبقى لما ركبتهم على بعض هنا بقى شكلهم عامل ازاي؟ بقى شكلهم كده اهي، واحده راكب فوقيها على طول السلايه الثانيه. ده انا الرسم بتاعي مالكش دعوه بالرسم بتاعي، مالكش دعوه بالرسم بتاعي. هم يا ابني العباقره كلهم رسمهم عامل كده، مالكش دعوه، رسم جميل. هذا النوع من التوصيل، ركز بقى كده، هذا النوع من التوصيل في الباتري دي او في السلايه دي، هنا دي نيجاتيف، ده البول
النيجاتيف، ده البول البوزيتيف، ده النيجاتيف، هنا البوزيتيف. يعني اقدر ارسمها كمان اهي كده في السيركت، واقدر ارسمها كده. قلنا الطويل ده البوزيتيف والصغنطه ده النيجاتيف. هذا النوع من التوصيل ما بيفكركش في حاجه؟ هذا النوع من التوصيل كان هو السيريس كونكشن. زي ما وصلنا الاميتر، فاكر الاميتر وصلناه بالسيركت ازاي؟ المحاضره اللي فاتت مهمه، لو ما اتفرجتش عليها ارجع اتفرج عليها، مهمه جدا. لو ما اتفرجتش عليها اعمل بوز، ارجع افهم اللي فات عشان تعرف تكمل عليه، هتنبهر. تعالى، دي هي سيريس كونكشن بكل بساطه. طب طالما بقى انت قلت بقى سيره الكونكتنج الاميتر كان بيتكنك سيريس، فاحنا كده فهمنا ان الباتريز كمان اللي هي جواها اي ام اف بتتكنك سيريس. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا فهمت كمان ان الباتريز او السيلز لما بعملها كونكتنج سيريس التوتال اي ام اف بيبقى معناها ادنج. بعمل ادنج الاولاني زائد الثاني، عملت هنا 1.5 بلس 1.5، هحط واحده ثالثه هتبقى 1.5 بلس 1.5 بلس 1.5 يعني. طب البارل بقى، ما انت كنت قايل لي الاميتر سيريز بيتوصل سيريز، لكن كنت قايل لي على كونكشن تاني كنا بنوصل بيها الفولت ميتر، كانت اسمها بارل كونكشن. كنت بقول لك الفولت ميتر بيجي يتعمل كده على السيركت من بره. خد لي بالك انت، هل بقى الباتريز اصلا السيلز دي ينفع نعمل لها كونكتنج مع بعض، اتنين مع بعض بشكل بارلل ولا لا؟ ولو عملنا كده هل ده معناها ان احنا هنجمع الاي ام اف بتاعهم ولا لا؟ تعال نبص كده، تعال نبص. الطريقه الثانيه بقى في التوصيل باستخدام برضو التكنيك بتاع الزحاليق. انا ممكن اجيب الزحلقتين دول جنب بعض، زحلقه كده وجنبها على طول زحلقه كده، واخد بالك انت؟ الزحلقتين دول راكبين في حمام سباحه فوق وحمام سباحه تحت، يعني كاني موصل ما بينهم هنا من الناحيه دي، واخد بالك انت؟ من نفس السورس حمام السباحه ده بيدي لده ميه وبيدي لده ميه، وفي نفس الوقت الاثنين متوصلين ببعض هنا، ودول رايحين على حمام سباحه تحت، واخد بالك انت؟ ده حمام سباحه فوق وده حمام سباحه تحت. السؤال هنا، انا كده وصلتهم ببعض، السورس بتاع الميه واحد، السورس اللي هيروح له الميه بقى بالنسبه لي واحد، بس هل توصيلي للزحليقه بالطريقه دي هيزحلق الميه اكتر؟ لا، ده نفس الزحلقه هي كميه الميه اللي هتنزل لي تحت هتبقى اكتر، هتبقى الدبل كميه الميه، لكن احنا مالناش دعوه بكميه الميه، بنتكلم على قوه الزحلقه. وما هي قوه الزحلقه؟ قوه البوتنشال ديفرنس اللي هي قوه الاي ام اف. لا، ده دي كده هيبقى قوتها ثابته 1.5، ودي قوتها ثابته لو حسبت الديفرنس وقوه الزحلقه ما بين البول اللي فوق ما بين البول اللي تحت، هتلاقيها ستيل برضو كام؟ 1.5. كميه الميه هتزيد، بس مش البوينت بتاعنا دلوقتي ان ندرس كميه الميه. كميه الميه دي انت فاهم من المحاضره اللي فاتت هتبقى هي الكرنت انتنسيتي اللي هي الاي اللي هي بالامبير، بس مالناش دعوه دلوقتي. انا بكلمك هنا على الزحلقه. هل الزحلقه هتزيد؟ لا، نفس الميول، مش نفس الميول، نفس الزحلقه هي. ما هو الديفرنس ده الاي ام اف ده او البوتنشال ديفرنس ده الفرق ما بين اللي فوق واللي تحت. طب الاثنين دلوقتي الزحلقه دي نفس الطول والزحلقه دي نفس الطول، يبقى لو بصيت عليهم هم مع بعض الزحلقه برضه هتبقى نفس الطول، هتبقى 1.5. هذه الكونكشن بنسميها سيريز كونكشن، هذه الكونكشن بنسميها بارلل كونكشن. على نفس هذا المقياس كأنك جايب باتري عاملها كده وحاطط جنبها على طول باتري بنفس الرصه بنفس الطريقه، موصل ما بينهم بوايرز هنا وهنا، وداخلين بعد كده على السيركت بتاعتي. داخلين بعد كده هنكمل السيركت. طب مود الزحاليق واللي احنا قاعدين نلعب فيه ده ما عايزين نشوفه بقى بيجي شكله عامل ازاي في الاسئله، يعني واخد بالك انت بيجي شكله عامل ازاي في الاسئله. تعالى بص بقى يا سيدي، لو عندي هنعتبر كل السيلز اللي انا هرسمها كلها جايه نوع واحد 1.5 فولت. عندي سيل دي وصلتها بسيل ثانيه جنبها، التوتال اي ام اف اللي بيطلع بالفولت واللي بقيسه بالفولتميتر، بقيسه بالايه؟ بالفولتميتر. هيقيس لي كام الفولتميتر في الحاله دي؟ سيريز كونكشن هيقيس لي 1.5 بلس 1.5 اللي هي 3 فولت. طب انا لو وصلتها بارلل يعني كده، وصلتها بارلل كده وجيت قست برضو بالفولتميتر، موصله بارلل برضو اهو، دي 1.5 ودي 1.5، هيقيس لي كام؟ هيقيس لي برضو 1.5. مفيش حاجه زادت في الزحلقه. ممكن حضرتك تحسب لي دي سريعا من غير كالكوليتر في دماغك وتكتب لي في الكومنت لو انت تعرف يعني. بص استعد. لو انا قست التوتال اي ام اف بقى بتاع دول ايكوال كام؟ بص انت هتعمل ايه دلوقتي؟ تقول لي ايه؟ 1.5 بلس 1.5 يعني 3 بلس 1.5 يعني 4.5 بلس 1.5 يعني 6 بلس 1.5 يعني 7.5. يبقى التوتال اي ام اف هنا ايكوال كام؟ الاي ام اف هنا التوتال اي ام اف هنا ايكوال 7.5 فولت. او ممكن تسهيلا ممكن نعمل ايه؟ نقول 1.5 تايمز دول كام؟ 1 2 3 4 5 اللي هي برضه هتديني
7.5 فولت. يبقى ممكن اجيبها كده ممكن اجيبها كده. طب على نفس هذه الطريقه لو انا عملت هنا وحطيت ان شاء الله 30 واحده ووصلت ما بينهم كلهم، نوع التوصيله دي اسمها ايه؟ اسمها باراليل كونكشن. هل زودت حاجه في الزحلقه؟ لا. يبقى لو جيت بعد كل ده حطيت لي فولت ميتر عشان تقيس، هتطلع لي كام في الاخر؟ هقول لي كده ها 1.5 برضه. الميه هتزيد، الكرنت هتزيد، بس مالناش دعوه. انا بكلمك اي ام اف، الكتروموتيف فورس. ده يا سيدي بكل بساطه الفرق ما بين السيريس كونكشن والباراليل كونكشن. تعالى سيدي نشوف الكومباريزون ما بين الاثنين ونفرمها عشان بعد كده ندخل على حل المسائل. لو الفيديو ده طول عشان مش عايز يطول عليك، هتلاقي الفيديو بتاع حل المسائل بعديها على طول. بص يا سيدي بقى الكومباريزون اللي لما لك كل حاجه. البي دي اف ده قلت لك هتلاقيه موجود على جروب التليجرام. لو انت معانا على جروب التليجرام اكيد بقى البي دي اف ده معاك وريدي معاك وقت تطبعه، لان انا منزله لك قبل ما الفيديو ينزل. انا معاك، هفكرك تاني، معاك وفي ظهرك من هنا لحد اخر دقيقه قبل اللجنه. على باب اللجنه حزيو هنجيب الفول مارك، يعني هنجيب الفول مارك. اتعب معايا شويه عشان عايزك تبقى فاهم على الاخر. لو مشيت معايا مفيش اي سؤال هيقف في وشك، وفي ظهرك من هنا لحد باب اللجنه. تلاقي الباتريز بتاعتنا او السيلز بتاعتنا او الاي ام اف بتاعنا لما نكونكته في السيريز مقارنه بلما نكونكته في الباراليل. من ناحيه الكونكشن هتكلم على السيريز، النيجاتيف بول is connected to the positive pole of the second cell and so on. اهو بص، النيجاتيف بول متكنك مع البوزيتيف اللي بعديه، النيجاتيف بول بتاع السلايه دي متكنك مع البوزيتيف اللي بعديه. ممكن نعمل كده، ممكن نعمل كده اهو. بص في حاله السيريس اهو النيجاتيف بول اهو متكنك مع البوزيتيف اللي بعديه. ده في حاله ايه؟ ده في حاله السيريس. طب في حاله الباراليل بقى، بص البوزيتيف بولز ار كونكتد توجذر while the negative poles are connected together. البوزيتيف بولز كنكناهم مع بعض اهو، والنيجاتيف بولز كنكناهم مع بعض. بص هنا كده اهو، البوزيتيف بولز كلها كنكناهم مع بعض والنيجاتيف بولز كلها كنكناهم مع بعض. ده الفرق ما بين الاثنين. في حاله السيريس التوتال اي ام اف، الاي توتال او الاي ام اف توتال ايكوال E1 بلس E2 بلس E3 بلس E4. في حاله الباراليل بيقول لك لو السيل هاف ذا سيم اي ام اف كلهم سي مثلا 1.5، ساعتها الاي توتال بيبقى هو E1 او E2 او E3 وات ايفر كلهم، لان كلهم ايكوال لبعض. واختصارا عشان لما نيجي نحل، لو اتكلمنا عن الكتريكال سيركت 3 سيلز كونكتد ان سيريز كل واحده فيهم 1.5 فولت، وبرده هم 3 سيلز بس ان باراليل كل واحده فيهم 1.5 فولت. التوتال اي ام اف هنا لو هم كتير، بص بعمل ايه؟ 3 تايمز 1.5، ودي هتلاقيها مكتوبه عندك غلط، ايكوال 4.5 فولت. مكتوبه عندك غلط، 3 تايمز 1.5 هتبقى 4.5 فولت. ده في حاله ايه؟ في حاله السيريز كونكشن بجمعهم كلهم. يا اما لو هم كتير هقول ال 1.5 تايمز الرقم بتاعهم كلهم، 3 تايمز ال 1.5. في حاله الباراليل الاي ام اف هيبقى ايكوال كام؟ 1.5. طالما كلهم 1.5 ومتكنكين باراليل يبقى 1.5. الرسمه بتاعتنا في السيركت بتبقى عامله كده. دي السيريز اهو، متكنكين سيريز ورا بعض. بص النيجاتيف لازق في البوزيتيف بتاع الباتري اللي بعده، النيجاتيف لازق في البوزيتيف بتاعت السيل اللي بعده، وهكذا E1 E2 E3. الاي توتال هتبقى E1 بلس E2 بلس E3. في الباراليل بيبقى الشكل ده كده. وطبعا خليها في سرك دلوقتي، لازم السيركت يبقى فيها ريزيستنت، لازم، بس مش هنتكلم عليها دلوقتي. التوتال اي ام اف هتبقى كام؟ الاي توتال هتبقى ده او ده او ده، لان انا ما طولتش في اي حاجه في السؤالين. امتى بوصل كده وامتى بوصل كده؟ حسب السيركت اللي انا عايزها. يعني انت مثلا لو عايز اي ام اف عالي، هتوصل ازاي؟ عايز زحلقه عاليه، هتوصل ازاي؟ هتوصل سيري وتحط كذا سيل ورا بعضها. طب انت لو مش عايزه عالي وفي نفس الوقت عايز الكرنت اللي ماشي قوي، هتوصل ازاي؟ هتوصل باراليل. تعالوا نقرا الكلمتين دول. Some electric cells are connected in parallel in the electrical circuit او in the electric circuit. ليه؟ عشان ممكن تجي لك give reason. بكنك parallel ليه؟ to obtain a battery the EMF of it is low. انت محتاج ميه كتيره، محتاج كرنت كتيره، ولكن عايز الاي ام اف يبقى ايه؟ يبقى قليل. عايز الفولتج تبقى قليل، عايز الباتري اللي انت كونتها دي على بعضها تبقى الفولتج بتاعتها ايه؟ قليله. فكون ان some electric cells are connected in series in the electric circuit. طب ليه؟ give reason to obtain a battery عشان نكون باتري the EMF of it is high. يبقى ايه بقى؟ we connect dry cells in both series and parallel ليه؟ to obtain different values of EMF حسب احتياج السيركت بتاعتي. كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا. هعمل لك فيديو صغنن بعد ده على طول تخلص تخش عليه في المسائل المهمه عشان نبقى طبقنا على ده. البي دي اف بتاع المسائل والبي دي اف بتاع الشرح ده هتلاقيه منزله لك على جروب التليجرام. لو انت لسه مش على جروب التليجرام
التليجرام هتلاقي اللينك في اول كومنت، وهتلاقي اللينك في الديسكربشن. معاك من هنا لحد باب اللجنه هنجيب الفول مارك، يعني هنجيب الفول مارك. تعال نحل اكزامبل نثبت فيه بقى حته السيريز والبارل دي. تعال بص يا سيدي، بيقول لك هنا ايه بقى؟ if you have 3 dry cells the EMF of each cell is 3 فولت. سلايه وسلايه وسلايه، كل واحده من دول 3 فولت. عايز ايه بقى؟ show by drawing how to join them to get a new battery. عايز يجوين زي ما يكنكهم، يعمل كونكتنج عشان يوصل لثلاث حالات: هايست اي ام اف، واي ام اف ايكوال 6 فولت دي غريبه شويه، ولوست اي ام اف. طب انا هايست اي ام اف ولوست اي ام اف دي انا فاهمها. اصل لوست اي ام اف دي احنا كنا قلنا عشان لوست اي ام اف انت كده كده فزوره، عايز سيركت يبقى فيها الثلاثه سيلز دول ويدوك لوست اي ام اف، يبقى تعملها ازاي؟ تعملها كده كده وتوصل كده وتوصل كده وتوصل كده وتوصل كده، يعني توصلها ايه؟ باراليل. عشان نظبط الشكل بعد اذنك اعمل لي هنا ريزيستنت وهنا ريزيستنت وهنا ريزيستنت، واعمل لي كده في الاخر عشان نقيس الاي ام اف محتاجين فولتميتر عشان احس انك فاهمان. يبقى دي لوست اي ام اف. طب يا سيدي بقى تعال نشوف هايست اي ام اف وبعد كده نسيب بي دي في الاخر. هايست اي ام اف بسيطه يا هندسه، بسيطه، احنا قلنا هايست اي ام اف يبقى نوصلهم سيريز اهو. كمل بقى السيركت، تعمل لي هنا ريزيستنت وتبين لي ان انت بتقيس الاي ام اف ازاي. حاطط الموصل الفولتميتر بارلل كده ما بينه، يبقى ما بين دراعاته كل الباتريز اللي عندنا. اتفقنا الواحده كام؟ 3 فولت. يبقى الفولتميتر ده لما هيقيس لي قد ايه؟ لما تيجي تلاقي الفولتميتر القرايه بتاعته هتلاقيها 3 فولت. طب الفولتميتر ده هيقيس لي قد ايه؟ 3 بلس 3 بلس 3 يعني هيقيس لي 9 فولت. دي بقى عايزك تحاول فيها لوحدك الاول وهحلها معاك، يعني نعمل بوز واحاول لوحدك. ازاي بقى قرايه الفولتميتر عندي الباتري بتاعي تبقى 6 فولت؟ انا بقى السيركت بتاعتي بقى ولا عايزه 3 ولا عايزه 9، عايزه 6 بالظبط عشان تشتغل. جرب كده ورقه وقلم، اعمل بوز ورقه وقلم، روح حل دي، جرب كده، اقعد نغمص فيها كتير وبعد كده تعالى. يا ابني روح جرب، ما تستسهلش، روح وجرب وتعالى اعمل بوز يا بابا. طب انا هعتبر كده ان انت رحت وجربت ويا عرفت يا ما عرفتش. قول لي بس، عرفني كده في الكومنتس انت عرفت ولا ما عرفتش عشان ابقى عارف. احنا كنا بنوصل سيريس معناها ان احنا بنعمل صم لدي ولدي، وبارلل معناها ان احنا مش بنعمل صم ولا حاجه، ده بتبقى اي واحده فيهم هي الانسر. طب هل معنى كده ان انا ممكن اقول مثلا ان انا هوصل باتري منهم مع باتري تانية بشكل بارلل واجي بعديها اروح حاطط، اعتبرها سيل، انا ممكن تلاقيني بقول سيل مكان باتري وباتري مكان سيل، وبعديها اروح حاطط سيل تانية متوصله مع دول سيريس. طبعا يبقى في لامب هنا او ريزيستنت او حاجه عشان نقفل السيركت. ليه بقى يا سيدي؟ لان انت حضرتك هنا هنمسح دي كده، هنمسح دي كده. بص لو حطيت فولتميتر كده هيقيس ايه؟ ده دي بالنسبه له 3 فولت ودي بالنسبه له 3 ودي بالنسبه له 3، بس الاثنين دول على بعض. مش لو حطيت فولتميتر هنا صغنطط كده هيقراهم ايه؟ ده هيقراهم 3 فولت، يعني دي هيقراها 3 فولت، ولو حطيت فولتميتر هنا صغنطط هيقرا دي 3 فولت. ال 3 فولت دول علاقتهم بالسيل اللي جنبيهم ايه؟ مش سيريز، لازقين في بعض ورا بعض. يبقى الفولتميتر الكبير بقى اللي هيقرا لي دي ودي هيقراهم كام؟ 3 اللي هي دي كلها على بعض بلس 3 فولت اللي هي ايكوال كام؟ اللي هي ايكوال 6 فولت اللي هو عايزها. الموضوع محتاج مخمخه، محتاج تبقى فاهم مبدا الزحاليق. طبعا انت لو جيت دي الناحيه الثانيه ودي كده مش هيجرى حاجه، مش هيجرى حاجه. تشالنج يور سيلف اند جود لك. اشوفكم الفيديو اللي جاي.